فخ جزائري كان غادي يطيح فيه المنتخب المغربي لولا يقظة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص فوزي القجع. إليكم التفاصيل واسمعوا باش تفهموا. فشلت مساعي الوفد الجزائري الممثل في كركوز الكاف وليد صادي في فرض الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة المباراة الحاسمة بين المغرب والكاميرون بعد رفض لجنة التحكيم تعيين طاقم جزائري مقرب. ورغم الحملة المكثفة التي شنها الإعلام الموالي والذباب الإلكتروني الجزائري والتي زعمت زورا أن طاقما مصريا متعاطفا مع المغرب سيعين بهدف خلق ذريعة لاحقة لاستبداله بطاقم جزائري محايد، إلا أن الكاف فاجأت الجميع بتعيين الحكم الموريتاني بايدا حكما رئيسيا فيما أوكل مهمة غرفة البار للغاني دانيال لاريا. وبحسب مصادر مطلعة فإن الجزائر كانت تأمل أن تستخدم المباراة كوسيلة غير رياضية لإسقاط المنتخب المغربي، ولكن قرار التحكيم جاء كصفعة جديدة لتطلعاتها غير المشروعة لتسجل بذلك هزيمة دبلوماسية وتنظيمية. ونوضو تشللوا، كنتمنى تفعلوا مع هذا الفيديو وتبارطاجيوه.